ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في حادثة أليمة هزت مدينة برشيد وخلفت موجة واسعة من الحزن والتأثر، لقيت زوجة نائب رئيس جامعة برشيد البالغة من العمر 28 عاما مصرعها إلى جانب شخصين آخرين إثر حادثة سير مروعة على الطريق السيار بعدما دهستهم شاحنة كبيرة في ظروف مأساوية. وبحسب التفاصيل التي رواها نائب رئيس الجماعة، فإن زوجته كانت عائدة من سفر على متن سيارتها قبل أن يقع احتكاك بسيط بينها وبين سيارة أخرى على مستوى الطريق السيار، وقد نزل سائقا المركبتين من أجل معاينة الأضرار والتفاهم حول الإجراءات القانونية المعتادة، غير أن الأمور تحولت في لحظات إلى مأساة حقيقية بعدما باغتتهم شاحنة من الحجم الكبير لتصطدم بالمكان الذي كانوا يقفون فيه، مخلفة 3 قتلى وإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أشخاص آخرين وسط صدمة كبيرة لكل من عاين الحادث. وقد أثار هذا الحادث المؤلم تعاطفا واسعا، خاصة بعدما تداول العديد من معارف الفقيدة شهادات في حقها، مؤكدين أنها كانت معروفة بحسن أخلاقها وأعمالها الاجتماعية، وهو ما جعل خبر وفاتها ينتشر بسرعة كبيرة ويخلف حالة من الحزن بين سكان برشيد وخارجها. رحم الله الضحايا جميعا وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.